لو جئنا الآن إلى المظلة الأشمل، إلى الإعلام العربي مثلا، على سبيل المثال قناة الجزيرة. الجزيرة القطرية التي طبعا تدنى مستواها الإعلامي جدا جدا جدا، خاصة آخر 3 سنوات، وانحازت إلى التيار التركي، التيار الإيراني، وابتعدت عن الحاضنة العربية والثورة السورية. طبعا بالتأكيد كل قناة، أنا لا أصدق أن هناك إعلام أو قناة حيادية 100%، كل قناة لها رسالة، ومن المفترض أن تكون رسالة قناة الجزيرة الرأي والرأي الآخر، أي الحرية الإعلامية ونقل الخبر بكل تفاصيله وحيثياته. عندما تأتي قناة الجزيرة لتنقل خبر عن جبهة النصر، أيضا تسميها هيئة تحرير الشام لسبب أنها غيرت اسمها وأصبحت هيئة تحرير الشام. عندما تأتي لتتحدث عن داعش، أيضا تسميها بتنظيم الدولة الإسلامية أو مقاتلي تنظيم الدولة. عندما يأتون إلى قوات سوريا الديمقراطية لنقل خبر عاجل أو خبر تفصيلي عن هذه القوات وتحركاتها العسكرية أو تحركات مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، ينقل الخبر على الشكل التالي: ما يسمى بمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ما يسمى بمجلس سوريا الديمقراطية. أنا أريد أن أفهم لماذا استبقت الوصف قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية بكلمة ما يسمى؟ لماذا لم تسمي جبهة النصرة مثلا ما يسمى بهيئة تحرير الشام؟ السبب، على فكرة، الإعلام المعارضة المحلي طبعا الأقصد، أو الإعلام الإقليمي الداعم لها مثلا كقناة الجزيرة، أصبحت تسمي قوات النظام بقوات النظام. سابقا كانت تسميها مرتزقة النظام أو عصابات النظام أو إلى آخره. الآن تابع النشرات الإخبارية في قناة أورينت أو قناة سوريا أو قنوات المعارضة الأخرى، ستجد أنه مثلا المعارضة السورية قتلت 2 من قوات النظام في مكان ما، سواء باشتباك أو إلى آخره. أنه لاحظوا معي أنه كيف أنتم تسمون قوات النظام بقوات النظام أو جيش النظام، ولا تسمونها بالمرتزقة أو العصابات أو المجرمين إلى آخره، وهو التوصيف الدارج كان في السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة من الثورة السورية. طبعا لما أنا بسألهم لماذا تطلقون على النظام السوري جيش النظام السوري ولا تطلقون عليه سواء الميليشيا، ولا تصفونه بميليشيا أو مرتزقة أو إرهابيين أو إلى آخره أو مجرمين، يقول لك الرجل أو الصحفي أو القناة الإعلامية: والله أنا قناة إعلامية ولست طرف في النزاع، وأنا أسمي الأمور بمسمياتها كما أصحابه يسمون أنفسهم. ونفس هذه القنوات يجي عندما يتعلق الأمر بالقضية الكردية في روجافاي كردستان، في غرب كردستان، في كردستان سوريا، شمال سوريا بشكل عام، سواء كان المناطق الكردية أو المناطق العربية، والله يقول لك ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، ويلحقها بكلمة الإرهابية، أو إذا كان هيك عنده رفاهية أو عنده حساسية أقل من القضية الكردية، بحيث أنه غير محتك بشكل مباشر بسوريا، مثلا قناة الجزيرة، والله يقول لك ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. أنا أريد أن أفهم أنه هذه كلمة ما يسمى شو بتغير من الموضوع؟ يعني ماذا سينقصك لو أنك قلت مثلا قوات سوريا الديمقراطية ولم تقل ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية؟ هل قناة الجزيرة، الكلام موجه لقناة الجزيرة وإعلاميها وصحفيها ومتابعيها، هل ذكرت قناة الجزيرة يوما ما عبارة ما يسمى النظام السوري؟ أو هل ذكرت يوما ما عبارة ما يسمى قوات النظام السوري مثلا؟ على الإطلاق. أو هل ذكرت ما يسمى بالجيش الحر؟ على الإطلاق. إذن طبعا أنا ذكرت في البداية نظرة النظام السوري. عندما نشأت الثورة السورية والمعارضة السورية، الثورة السورية كانت انقلاب على النظام القمعي، لكن للأسف لم تكن انقلاب على الأفكار التي كان يتبناها هذا النظام. المعارض أو الصحفي الخارج من حضن النظام والمنقلب على حضن النظام، عندما انقلب على النظام ارتمى في حضن أكثر خباثة. يعني هو خرج من عباءة النظام، ارتمى في العباءة التركية.
والحساسية أنا لا أسميها عداوة، بل ربما تكون حساسية، عداوة أو حساسية بين النظام السوري، أو النظام السوري عمره 54 عاما، ولكن قبله لا نظام سوري، لنفترض أن الدولة السورية. الحساسية والعداء الموجود بين الكرد السوريين والدولة السورية عمرها لا يتجاوز 100 عام، بسبب بسيط أن عمر الدولة السورية هو 100 عام فقط. ونحن على مدى هذه الأعوام لم نشهد حالات من القتل الجماعي الكثير على غرار التي حصلت للكرد في تركيا أو الكرد في إيران أو الكرد في العراق، وحملات الأنفال والإبادات الجماعية سواء بالكيماوي أو بغيرها. أوكي، خرج من حضن النظام ومصطلحاته، كان يجب طالما أنت منقلب على هذا النظام وفاشيته، يجب أن تنقلب أيضا على مصطلحاته وأفكاره والإيديولوجية التي يتبناها هذا النظام. ارتمى في حضن التركي. التركي لديه عقدة مع التاريخ، أنا ذكرتها سابقا في أكثر فيديوهاتي. التركي لديه عقدة مع التاريخ. التركي عداء الدولة السورية مع الأكراد عمره 100 عام، عداء التركي مع الأكراد مع الشعب الكردي والقضية الكردية وكردستان عمرها 8 قرون إلى 10 قرون، أي منذ مجيء الأتراك من آسيا إلى هذه المنطقة وتشكيل قبائل وتشكيل نواة ما سميت لاحقا أو أسسوا لاحقا الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية، والتي امتدت على أراضي الأتراك والأكراد والعرب وباقي الأقليات والإثنيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا الأمر باختصار أنا أردت أن أنوه عنه يا أصدقائي، طبعا كي تكون الأمور مفهومة لدى الجميع. تابعوني في فيديوهات جديدة، وأنا أتمنى أن كان لديكم أفكار تودون أن نطرحها في فيديوهات سابقة، فقط ابعثوا لي برسالة أو بتعليق تحت الفيديو، وأنا أعدكم أن سنناقش تلك المصطلحات أو تلك الرسائل أو تلك القضايا في الفيديوهات الأخرى. شكرا جزيلا لكم، دمتم بخير.